في عام 1936 للميلاد أنشئ أول مصلى في بروكسل بالتعاون مع جميع السفارات العربية والإسلامية في بلجيكا ما بين الحربين العالميتين، لكي تقام فيه الصلوات الخمس والجمع والأعياد. وأنشئ في مبنى صغير مستأجر في أحد الأحياء المتواضعة لبروكسل. واستمر الحال على هذا النحو حتى كانت المفاجأة التي كان لها أثر شديد في هذه البلاد، حيث شب حريق في أكبر مجمع تجاري في بروكسل نتج عنه وفاة أكثر من 300 شخص. في هذه الأثناء كان الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله يزور بلجيكا، فتأثر للحدث، فما كان منه إلا أن تبرع بمبلغ $1,000,000 لضحايا الحريق كوقفة إنسانية أظهرت سماحة ورحمة الإسلام وكيف يتعامل الإسلام مع الأزمات. ترتب على إثر هذه اللفتة الكريمة وهذا الموقف الإنساني البحت انبهار شعبي في بلجيكا، وعلى رأسهم ملك بلجيكا بودوان، الذي أعجب بهذا التصرف الذي لم يحدث من أي ملك أو رئيس أوروبي أو غربي سوى الملك فيصل رحمه الله. فما كان منه إلا أن اقترح على الملك فيصل بأن يلبي أي طلب يخصه أو يخص المسلمين، لكن الملك فيصل رحمه الله فضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وطلب مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس للجالية المسلمة في بلجيكا. كان المبنى المقترح متحفا شرقيا وجزءا من متحف الآثار الدائم لمدينة بروكسل، الذي يقع في أحد أجمل مواقع العاصمة البلجيكية، وعلى بعد أمتار معدودة من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي. فأمر الملك بودوان في عام 1967 بإعطاء هذا المتحف للملك فيصل كهدية ليقام فيه مسجد، وليصبح بعد ذلك مسجدا ومقرا للمركز الإسلامي الثقافي. واعترفت الحكومة البلجيكية إثر هذه المبادرة عام 1968 ميلادي بالدين الإسلامي كدين رسمي في البلاد.